عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في قناة مطبخ فرح. ان شاء الله كامل راكم بخير بصحة. اليوم جيتكم بمملحات صيفية للخرجات من اروع ما يكون. هذه المملحات تجي بنينة بزاف ما نديروها لا بفرينة ولا بالبطاطا، يعني بمكون سحري. ان شاء الله تكتشفوه معايا وان شاء الله تعجبكم هذه المملحات. تجي مقرمشة من برا وتجي طرية من الداخل وتجي بنينة بزاف. لا عجبتكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن. ونبداو بسم الله بالمقادير. الكوب نتاع 220 مليلتر نديرو كوب غير ربع او 3/4 الكوب نتاع السميد يكون متوسط، يعني هذا هو المكون السحري. راح نديروها بالسميد اللي يكون متوسط. وانا درت موله بنفس الكوب نديرو 2 كوب ونصف نتاع الحليب ما يعادل 500 مليلتر. وشوفوا الكوب كيفاش راني معمراتو باش تجيكم مقادير مضبوطه. والمقادير راني حطيتها لكم في صندوق الوصف بالكوب وبالغرام. عندنا الملح وفلفل اسود، عندنا 2 حبات نتاع البيض يكونوا صغار ولا متوسطين، عندنا كميه صغيره تاع الجبن غريير ولا شيدار، كاع ما عندكمش تقدروا ديروا مثلثات لكن كثروا شويه الجبن. وعندنا علبه صغيره تاع الطونه ولا الطون تاع الزيت. عندنا كريمه مكثفه ولا لا كريم فريش كميه غير قليله. لقيتو هذوك العلب صغار تقدروا تشرو هذوك العلب، انا مش حنديرو كميه كبيره. وعندنا الخبز اليابس ولا لا شابلور والفرينه ولا الطحين الابيض. نبداو بطريقه التحضير. بسم الله. في كاسرونه نحطو الحليب، نضيفو السميد المتوسط، نخلطو بالملعقه تاع اللوح، من بعد ندوها للنار. نديروها على النار في الاول تكون شويه عاليه، من بعد 2 دقائق هكذاك كي تشوفي الحليب بدا يسخن نقصي لها النار نديريها على نار متوسطه. وبقاي تخلطي بالملعقه تاع اللوح دائما حتى يتكاتف هذا الخليط. وبداي تخلطي غير بشويه، يعني ما تخلطيش بسرعه، خلطي غير هكذا بالعقل حتى تشوفي هذا الخليط تكاتف، يعني بلا ما تحرقيها من تحتها ولا شتيها بدات تنحرق لك من تحتها ولا. نقصي لها شويه النار، يعني انت عينك ميزانك، يعني تتحكمي في النار. شوفي كيفاش يولي هذا الخليط، شوفي كيفاش يتقطع، يعني يولي بهذا الشكل. ومن بعد نحيها. كي نحوها كسروا عليها 2 صفار تاع البيض ونخلطوهم. وما نساوش نضيفوا لهم شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل اسود. ونواصلوا نخلطوا مليح هذاك الصفار مع هذا الخليط. وندوقوها باش نشوفوا الكميه تاع الملح باش ما يجوناش هذوك المملحات ما يجوناش صامتين. لا خصنا شويه تاع الملح نضيفوا لها شويه تاع الملح، وبصح ما تكثريش باش ما تجيكش مالحه لان حنديروا لها الجبن. ونواصلوا نخلطوا ومن بعد نخلوها بجهه، نخلوها هكذا في المطبخ ولا ديريها في الثلاجه حتى تبرد وزيد تتكاتف اكثر. بعد ما بردت شوفوا كيفاش تولي. نكون وجدنا شويه تاع الزيت نديروها في اناء. هذيك الطونه عصرناها نحينا لها داك الزيت. الكريمه المكثفه او لا كريم فريش نديرو لها شويه ملح شويه فلفل اكحل باش ما تجيناش صامته. الجبن بشرناه. الخبز اليابس طحناه في الميكسر. وهذوك 2 باير تاع البيض هذوك نزيدو لهم حبه تاع البيض ونخلطوهم. ونوجدو تاني الطحين الابيض ولا الفرينه. الان نغطسو يدينا في الزيت ومن بعد ناخذ شويه من هذاك الخليط نديرو حفره في الوسط. ومن بعد نحطو الطونه ولا الطون، نحطو كميه قليله. نضيفو لا كريم فريش ولا الكريمه المكثفه. ومن بعد نضيفو الجبن كما قلت لك تقدري تضيفي مكعبات تاع الجبن لكن اللي يكون بنين. ونلمو الاطراف باش نتحصلوا على اقراص. كما راكم تشوفون درت هذو الاقراص درتهم كبار، جوني 6 اقراص كبار. ولا حبيتو ديروهم شويه صغار ديروا 12 حبه
تقدروا في الاول تقسموا هذاك الخليط على 12 قطعه، ومن بعد تبداو تشكلوا فيه هذو الاقراص. كتشكلوهم مليح رمدوهم في الفارينه ولا الطاحين، بعد رمدوهم في البيض، ومن بعد نرمدوهم في الخبز اليابس. نسقموهم مليح بالايدي ونحطوهم بالصينيه. ونكمل نوريكم واحده اخرى، يعني طريقه سهله بزاف ماهمش رايحين ياخذوا منكم الوقت، ثاني اقتصاديين ما فيهمش مقادير بزاف. نكملوا نشكلوا كامل بهذا الشكل، ومن بعد نحطوهم في الصينيه. من بعد ما كملناهم نضغطوا عليهم هكذا، نسقموهم بالحبه باش يجونا كامل كيف، ومن بعد نحطوهم في الثلاجه حتى يزيدوا يتماسكوا مليح، ولا ديروهم في المجمد لمده 15 دقيقه ولا ربع ساعه. نكونوا هنايا نكونوا وجدنا الزيت نديروها تسخن، وندوهم دركا باش نقلوهم. بعد ما سخنت الزيت نقصوا لها النار، نديروها على نار تكون متوسطه، ونحطوا الاقراص تاعنا غير بالعقل، ومن بعد ونخلوهم بلا ما نمسوهم، يعني ما نحطوش فوقهم الزيت، يعني نحطوهم بلا ما نمسوهم، نخلوهم حتى يطيبوا من تحت وياخذوا لون شباب. يعني كي تشوفي الفرن تاعك الا كانت النار متوسطه يحمروا لك بيفيه، يعني نقصي لهم شويه النار وخليهم يحمروا. بعد ما يحمروا مليح وياخذوا لون شباب الماتيك باش تقلبيهم، وزيدي خليهم حتى يزيدوا يحمروا من تحت من الجهه الاخرى، يعني دائما بلا ما تمسيهم. ومن بعد كي يحمروا مليح نقطروهم مليح ونحطوهم فوق ورق تاع المطبخ. وهذه الزيت دوكا نصفوها بالمسبات، ومن بعد نعاودو نطيبو فيها الاقراص اللي قعدوا. نخلوها تزيد تسخن، كي تسخن مليح نقصوا لها النار، نديروها كما قلت لكم على نار متوسطه، نخلوهم يطيبوا، يعني قيس ما يطيب هذاك السميد، يعني ما فيهمش طيب بزاف، يعني غير قيس ما يحمروا من تحت، ومن بعد نقلبوهم ونزيدو نخلوهم يطيبوا من الفوق. ونكمل كامل نطيبهم ونوريهم واجدين في طبق التقديم. هام لك المملحات الصيفيه، شوفوا الشكل تاعهم كيفاش يجي، من اروع ما يكون. يجوا مقرمشين من برا، يجوا خاويين من الداخل، يجوا بنان بزاف هاد المملحات، يولموا بزاف للخرجات، وكي يبردوا تاني كي يزيدوا يبنانوا كتر وكتر. ان شاء الله ينالوا اعجابكم، وان شاء الله تجربوهم. ولا عجبوكم ما تنساوش تخلونا اعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الاصدقاء. نتلاقى في الفيديو القادم بحول الله مع وصفة جديدة، وتهلاو في وحدكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.